اهلا بيكم في فيديو جديد. انا سلوى عبد ووردبريس ديفلوبر، وهنشرح النهارده ازاي نقدر نعمل ايقونه واتساب من غير ما نحتاج اي بلجن للواتساب. وكمان بالطريقه دي نقدر ان احنا نعمل لكل صفحه رقم مخصص، او مثلا لو عندنا لاندنج بيج ومحتاجين ان يكون فيها رقم مختلف غير رقم الموقع، فاحنا بالطريقه دي نقدر نعمل ليها رقم مخصص. يلا نشوف نعمل كده ازاي. احنا هنيجي هنا في الصفحة اللي احنا عايزين نضيف ليها الايكون دي، سواء هي لاندنج بيج سواء صفحة الهوم. اوكي، وهنيجي هنا في edit with elementor. هنيجي لآخر سيكشن في الصفحة دي. اوكي، وهنضغط هنا على البلس دي. اوكي، وهنختار من هنا ايكون، وهنختار ايقونة الواتساب. عندنا كذا ايقونة واتساب، عندنا دي ودي ودي، ممكن نختار اللي احنا عايزينها، مفيش مشكلة. اوكي، احنا هنختار دي. وبعد كده عايزين نغير ايقونة، عايزين نغير اللون بتاعها، فهنيجي هنا في الكولر وهنختار اللون بتاع الواتساب العادي جدا. وفي ناس بتحب ان هي تخلي لون البراندنج بتاعها. اوكي، يعني ده كده وده كده، ده ينفع وده ينفع. وهنعمل بابلش، وهنيجي هنا في الادفانسد، هنيجي هنا في الويدز وهنخليها inline، وهنيجي هنا في البوزيشن وهنخليها fixed. اوكي، وهنا الايقونة ظهرت معانا هنا بالشكل ده، فاحنا عايزين نظبطها عشان تظهر في مكانها الطبيعي تحت. اوكي، احنا بنختار ان هي تكون رايت في الهوريزونتال. اوكي، وهنيجي تحت هنا، والمفروض ان احنا نخليها تنزل للاخر معانا. وهنختار برضو ان هي تكون بوتوم. اوكي، توب وبوتوم، فاحنا بنختار ان هي تكون تحت يعني. اوكي، ودلوقتي احنا بالنسبة لنا هنا مش واضحة قوي، فاحنا عايزين نخليها واضحة. فهنيجي في الستايل، هنيجي في الكونتنت سوري، وفي الفيو هنختار ان هي تكون كده سيركل. اوكي، احنا مش عايزينها يعني، هي نقدر ان هي تكون بالشكل ده، ونقدر ان احنا نخليها بالشكل ده. طبعا احنا عايزينها بالشكل ده عشان تبان معانا في الموقع، ونقدر نخليها دايرة ومربع معانا. احنا هنخليها سيركل عادي جدا. ودلوقتي عايزين نظبط الحجم بتاعها، الحجم بتاعها مش افضل حاجة، فاحنا هنيجي هنا في البادنج وهنخليه، اوكي هنخليه 9 او 10. وفي السايز هنخليه 50 او 47. اوكي، وهنعمل بابلش. اوكي، عايزين بقى نحط لها اللينك اللي هيخليها اكتف، فاحنا هنيجي هنا في الكونتنت وهنحط اللينك، وهقول لكم اللينك ده عبارة عن ايه. اوكي، فاحنا عندنا اللينك عبارة عن https كولوم // WA اللي هي اختصار واتساب، وبعد كده دوت، وعندنا مي، وبعد كده سلاش، وبعد كده نحط رقم التليفون بتاعنا. اوكي، ده رقم ديمو، فاحنا هنحط الرقم بتاعنا عشان نتأكد ان الايكون دي شغالة مع بعض. احنا كده حطينا الرقم بتاعنا، وهنعمل بابلش عشان نشوف هو سمع ازاي. اوكي، مفروض ان هو يفتح الواتساب عندنا. ظهرت معانا الايكون بالشكل ده، طالعين نازلين اي حاجة هي ثابتة معانا. احنا ممكن نبعدها بس شوية عن الشاشة، هنيجي نضغط عليها وفتح معانا بالشكل ده. هيبان ان هو هيفتح معانا الواتساب لو كنا على الموبايل. اوكي، وبما اننا جبنا سيرة الموبايل، فاحنا المفروض نروح نعدل النسخة بتاعة الموبايل. اوكي،
هنظبط النسخة دلوقتي مع بعض. اوكي، هنيجي هنا في التابلت، هي في التابلت متظبطة، محتاجة بس نفس الفرق اللي هنا. اوكي، وفي الموبايل نفس الكلام متظبطة. اوكي، احنا دلوقتي هنيجي في الادفانسد وهنخلي فيه فرق او مساحة بالشكل ده. نرجع نشوف شكلها اهي كده ظهرت معانا بالشكل ده. دي هتفيدنا جدا لو احنا عندنا لاندنج بيج ومحتاجين نحط لها رقم مختلف عن الرقم اللي موجود عن الواتساب، موجود على الواتساب، او ان احنا مثلا عايزين في صفحة منفصلة نحط لها رقم مختلف غير باقي الارقام اللي موجودة على الموقع. فالموضوع ده هيفيدنا في النقطة دي بالذات. بس كده الفيديو خلص. لو عجبك الفيديو ما تنساش تعمل لايك واشتراك وفعل الجرس عشان يوصلك كل جديد. والسلام عليكم.